طيب أم زينب بتقول بالنسبة للتشهد الأوسط والأخير وذكر فيه عليه السلام. يا جماعة والله زهقتوني من الموضوع ده. كل واحد بيقول لي رحنا للسيستاني والسيستاني قال عيدوا صلاتكم، رحنا للسيستاني والسيستاني قال ما ينفعش، ما تنفعش تذكري علي. يا عمي علي هو الصلاة، علي هو الصلاة، علي هو نفس رسول الله. وبعدين أنا جبتها لكم من القرآن، يعني يا إما تاخدي من قرآنك يا إما تتبعي السيستاني، أنا ماليش دعوة بقى. يعني هديكي مثال في سورة المعارج، السورة بتبتدي من الآية 21 بتتكلم عن المصلين. افتحي معايا وشوفي من الآية 21 بيتكلم عن المصلين، لما يوصل للآية 32 بيقول لك إيه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عندك أمانة وعهد مع الله، إيه هو؟ إيه هي الأمانة؟ تأمني برسول الله، وتأمني بولاية علي، وتأمني بأولاد علي، مش كده؟ وعهدك مع الرسول ده انك ما تخلفيش اوامره وتنفذي كلامه، مش ده والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. يعني كلمة شهاداتهم تديك انها جمع الشهادة، لان اصغر الجمع 3، 2 يبقى مثنى، 3 يبقى جمع، ولذلك قال لك بشهاداتهم. يعني عندك شهادة جمع، يعني 1 2 3، يعني الله ومحمد وعلي. ويقول لك الصادق لا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا أن تعقبها رأسا بعلي ولي الله. نسمع كلامهم ولا نسمع كلام السيستاني؟ انتوا حرين بقى، ما تسألونيش الأسئلة دي تاني. عندكم المرجع بتاعكم، انتوا حرين معه.